فشلت؟ استمر. تعبت؟ استمر، فقط استمر ولا تتوقف مهما حصل. كثير من لحظات اليأس والتعب ستمر عليك، ستشعر مرارا وتكرارا بأنك لن تنجح ولن تصل إلى ما تريده. لست وحدك من تشعر بهذا الشعور، كثيرون غيرك كانوا في نفس مكانك وأولهم الناجحون، ولكن الناجحين لم يقفوا في هذا المكان طويلا ولم ينتظروا كثيرا، لم يسمحوا لأنفسهم بأن يستمروا في اليأس. لقد علموا جيدا بأن اليأس لن يوصلك إلى أي مكان وسيبقيك سجينا في مكانك. عليك أن تتقدم باستمرار، حتى لو فشلت استمر، حتى لو تعبت استمر. أنت تعلم جيدا منذ أن بدأت بأن الطريق لن يكون سهلا، ستقف وجها إلى وجه أمام جميع أنواع التحديات، ستتعب، ستسقط، لن يقف إلى جانبك من ظننت أنهم سيدعمونك. يجب أن تعلم أن هذا كله من ضمن طريق النجاح، فلماذا إذن تريد أن تتوقف؟ استمر ولا تسمح لشيء بأن يوقفك. هل تعتقد أنك ستنجح بهذه السهولة؟ هل تعتقد أن من نجحوا وهم مرتاحون؟ بالتأكيد لا، فأنت تعلم بأن النجاح هو نتيجة التعب والعمل الجاد. لا تكن مثل الآخرين، كن مختلفا. الجميع لديهم أحلام كبيرة ويريدون أن يحققوا هذا وذاك، ولكن عندما يبدأون في طريقهم تواجههم المصاعب، ثم ماذا؟ ثم يقولون في أنفسهم إنه عمل صعب، النجاح والوصول إلى ما أريده مستحيل، دعني أعود إلى حياتي العادية، أنا لا أريد أن أتعب، ولتبقى الأحلام أحلاما لا أكثر. ولكن هذا ليس أنت تختلف عنهم وستستمر. أنت مدرك أن الطريق طويلة ومتعبة، ولكنك اتخذت قرارك بأن تكمل حتى النهاية. لن تتوقف حتى تصل إلى ما تريده، ستستمر مهما حصل. استمر، فأنت لم تصل إلى ما تريده بعد، ولن تتوقف حتى تصل. لقد بذلت مجهودا كبيرا ولن تضيعه الآن. بعد التعب سيأتي الحصاد، ستجني ثمار تعبك عاجلا أم آجلا، ولكن عليك بالصبر والاستمرار. النجاح لا يأتي في يوم وليلة، بل هو جهد متراكم وليال طويلة لا توفر أي جهد. كلما تعبت أكثر وكلما عملت بذكاء أكبر ستصل، وسيكون النجاح أعظم. حتى لو سقطت عدة مرات استمر، حتى لو شعرت أنك فشلت استمر. الفشل هو أن تتوقف عن المحاولة. حاول مجددا ومجددا ومجددا. تعلم من فشلك وغير نفسك للأفضل. خذ عهدا بأن تستمر وبأن لا تتوقف حتى تصل إلى حلمك. حلمك يستحق التعب ولا يستحق أن تتخلى عنه بسهولة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. لمزيد من التحفيز شاهد الفيديوهات التالية. شكرا لكم.